ألف مليون مبروك للعروسين وربنا يتمم بخير. بس معلش انتوا واقفين الوقفة دي ليه؟ اوعوا تكونوا هتقفزوا قفزة الثقة. شوف دي وشوف دي يليوي ده قفزوا بجد. هو انتوا بتتجوزوا ولا مقدمين في الحربية؟ اسود ودبشه واقعه في ترعه. المفروض اللي يتحاسب في الليلة دي المأذون. يعني هو المفروض من شروط عقد الزواج يقول لك العاقل الرشيد. احنا لا شفنا لا ريحة عقل ولا ريحة رشد. ما احنا قلنا نكتفي بكتب الكتاب عشان حوارات الافراح كترت. نفسي اعرف انتوا جبتوا الافكار المسوسه دي منين؟ مش بقول لكم استحاله تكون افكار ناس عاقلين ابدا. ده عالم صايع يابا. ايه يا دكتور؟ طمني على مراتي. ألف مبروك، مراتك حامل في 44 طفل. ايه؟ حامل في كام يا الدلعادي؟ 44 طفل؟ ليه؟ حامل في فصل دراسي؟ ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ انت واعي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه 44 طفل ده؟ فحوصات قالت لي كده ان دي حامل في 44 طفل. انا دكتور، انت هتعلمني شغل هتفهم عني؟ يابا باللي انت بتقوله المقشه البلح تفهم عنك. ايه يا دكتور ازاي 44 طفل؟ ده اللي بيجيب طفل واحد بيغلب في اكله وشربه. الله، فما دول 44 طفل. انت هتعترض على عطايات ربنا؟ كفر الراجل بقى، كفره. يعني انت دماغك متركبه شمال وبتكفر الراجل كمان. اوعى تعترض. لا اله الا الله، مفيش اعتراض على حاجه. سيدنا محمد رسول الله رزق وجالك. ده خرب بيوت رزق وجالك. ده في ناس تتمنى عيل، انت جالك 44 عيل. ما انا لا اموت واعرف مع المؤلف المجنون اللي بيكتب لكم السيناريو والحواريو. ما ده مش بني ادم طبيعي، ده مطلوب حي او حي برضه. عشان ما ده احنا هنقعدوا على خازوق سليمان الحلبي بسبب اللي بيعمله ده. يا دكتور فعلا انا من زمان انا كان نفسي في طفل، بس مش 44. ما هو مش بكيفك. انت ما شاء الله ربنا وسع عليك. احسد الراجل بقى على صحته. يابا ده لو من قوم ثمود ولا من قوم عاد مش هيعملها اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج. ربنا يوسع على ماشي يا حاج، ربنا يوسع على الجميع، بس 44 ده حاجه مش معقوله. انت كده تمام التمام على فكره، انت تمام التمام كويس، مش هتتعب بقى، مفيش خلفه تاني. يا عم انت زعلان ليه؟ انت عملت تشكيله منتخبين مره واحده، مش محتاج حاجه. ده انزل تنافس بيهم في كاس العالم مره واحده. هتولدهم ازاي دول؟ ايوه تولدهم. النمله قد كده ما حدش بيشوفها وبتخلف. الارنبه بتخلف 17 و18، مستكتر على مراتك 44. يابا الحاج انت بتتكلم على زيتون في بطنها. ده 44 عيل. ده الوليه كده مش محتاجه رحم، دي محتاجه كومباوند. سيبوا الامور لله واتكل على الله، وان شاء الله الف مبروك ان شاء الله. ده انت محظوظ. مبروك. ما حصلتش في تاريخ الدكتوراه بتاعتي. ايوه ما انت واخد دكتوراه فعلا، دكتوراه مع دبلوم صنايع قسم جزم. ما حصلتش، اول مره تحصل. مبروك على ايه يا دكتور؟ الله يبارك لك. الله يبارك فيك انت، الله يبارك لك ويعينك. ده انت عايز معونه من امريكا. هو عايز معونه من امريكا وانت محتاج تروح العباسيكا. انت ايه اللي خرجك من دور الراجل اللي مضحوك عليه ومسكوع على قفاه، دخلوك في ادوار تطلعك راجل مهبوش؟ الراجل ده عبيط جدا. هو عارف انه عبيط؟ هو مش عيب ولا حرام، هو شرع الله. انا عارف ان في ناس كتيره قوي هتنتقدني وازاي ومش ازاي عشان ما عملتش عينه معاه وكده. الحمد لله بموافقتها. الحمد لله ان هي موافقه على الجوازه التانيه. يعني كويس ان هي موافقه بقى. لو ما وافقتش هتضيع توم كروز من ايديها بصراحه. يعني برد بت في نفسك يا خي. برضاع درتي الجديده. درتك الجديده؟ لا هي ام عمار اللي اتجوزتها عليك ولا ايه؟ على سنه الله ورسوله مفيهاش حاجه حرام ولا فيها حاجه عيب. ده ربنا اللي شرع كده وربنا اللي قال كده. يا باشا ده كله حرام في حرام اللي انت بتقوله. درتك الجديده ازاي؟ يعني هما الاثنين ما وانت هتقف تعمل لهم ايه طيب دلوقتي؟ ولا هتبقى موجود في البيت وهم موجودين مع بعض، ولا هتتكسف وتمشي؟ محدش والنبي بقى من الناس ياخدها بقى بحسبان غلط ولا وهق ومق والشغل ده. ايه يا ام عمار بالله عليك؟ باين عليها ان هي موافقه، وعاجبني ثقتك في نفسك قوي. ده حسين فهمي ما عملهاش وجابهم الاثنين قصاد بعض بالمنظر ده. انا موافقه يا جدعان. مأثر معاكي في حاجه؟ لا. مزعلك في حاجه؟ لا حبيبتي.
انت بتبوس يابا ولا بتشفط؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سيب لهم الشقة بقى عشان هم وراهم شغل كتير، بما ان دي ضرتك يعني مش هتقعد مع ضرتك في مكان واحد. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟